السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو رياضي جديد. مفاجأة مدوية في عقد فيتوريا مع المنتخب، مهلة 15 يوم أمام اتحاد الكرة. هل مصطفى شوبير هو الحارس الأول في الأهلي أم أبو جبل؟ مصدر بيكشف مفاجأة مدوية. النادي الأهلي بيستعيد 9 لاعبين، بينهم أجنبي وآخر خارج الخدمة. وائل جمعة بيواصل الهجوم على فيتوريا ويرشح 4 مدربين لخلافته. استقيلوا يرحمكم الله. هل يرحل مجلس علام بعد وداع كأس الأمم الإفريقية؟ موعد أول مباراة لمنتخب مصر بعد صدمة كأس الأمم، العودة للمونديال. صفقات الأهلي الجديدة، ثنائي هجومي وحارس جديد. ودي كانت العناوين اللي معانا في هذا الفيديو. وكالعادة بفكر حضراتكم وبفكر نفسي نصلي على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الأخبار اللي معانا. والخبر الأولاني: مفاجأة مدوية في عقد فيتوريا مع المنتخب، مهلة 15 يوم أمام اتحاد الكرة. كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة مدوية بشأن عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد خروج الفراعنة من دور ال16 ببطولة أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح، موضحا العقد يمكن فسخه خلال 15 يوم عقب الخروج من كان 2023. وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أنه بعد خروج منتخب مصر من أفريقيا يحق للطرفين فسخ العقد خلال فترة لا تتعدى 15 يوم مقابل شرط جزائي 3 أشهر، أي يحصل فيتوريا على راتب 600 ألف دولار قيمة 3 أشهر من مرتبه. يعني اللي عمل العقد ده كان بيعاقب مصر 600 ألف دولار بدون شغل، واحنا عارفين الدولار وصل سعره كام دلوقتي، يعني داخل على 70 ولسه ماشي. وأوضح المصدر أنه في حال عدم فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال 15 يوم واختار المدرب بذلك وفقا لما ينص عليه العقد، سيكون من حق البرتغالي بعد ذلك الحصول على قيمة عقده كاملا في حال إقالته بعد هذا التاريخ. وأكد أنه خلال الأيام المقبلة سيجري حسم مصير فيتوريا من جانب اتحاد الكرة، سواء الإبقاء عليه أو الاتفاق على رحيله بشكل نهائي. الخبر اللي جاي معانا بعد كده: هل مصطفى شوبير هو الحارس الأول في النادي الأهلي أم أبو جبل؟ مصدر بيكشف مفاجأة مدوية. كشف مصدر داخل النادي الأهلي كواليس ما يدور داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بعد تدعيم مركز حراسة المرمى وحسم صفقة محمد أبو جبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من البنك الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة وسيغيب لفترة تصل إلى 3 أشهر على الأقل. وقال المصدر في تصريحات خاصة أن مارسيل كولر يضع مصطفى شوبير في المرتبة الأولى وسيكون الحارس الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال الفترة المقبلة، وليس محمد أبو جبل الذي جرى التعاقد معه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. وأكد أن كولر لديه قناعة كبيرة بمصطفى شوبير للمشاركة وحراسة عرين الأهلي، وهناك ثقة كبيرة في إمكانياته، وهو ما جعله يوافق على رحيل علي لطفي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز. وشدد المصدر على أن مصطفى شوبير سيكون الحارس الأول في الأهلي ومحمد أبو جبل سيكون الثاني في الفريق، مشيرا إلى أنه في المباريات المقبلة بداية من لقاء شباب بلوزداد المقرر إقامته في منتصف فبراير المقبل سيكون مصطفى شوبير هو الحارس الأول. واختتم أنه كانت هناك حالة واحدة لجعل محمد أبو جبل الحارس الأول في الأهلي،
هي إذا نجح في قيادة منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية من كأس الأمم، وهو ما لم يحدث. الخبر اللي جاي معانا بعد كده مفاجأة، الأهلي بيستعيد 9 لاعبين بينهم أجنبي وآخر خارج الخدمة. بيستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر 9 من لاعبيه الدوليين خلال الأيام المقبلة، استعدادا للمرحلة المقبلة التي يخوض فيها النادي الأهلي مباريات مهمة على المستويين المحلي والأفريقي، بينهم أجنبي وآخر خارج الخدمة. ويستعيد المارد الأحمر 8 لاعبين كانوا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا. كما يستعد الجهاز الفني للأهلي التونسي علي معلول بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن يشارك 8 لاعبين من الأهلي الدوليين في التدريبات خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الراحة السلبية التي سيحصلون عليها من الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة. وسيعود محمد الشناوي إلى النادي الأهلي، لكن لن يشارك في التدريبات بسبب الجراحة التي خضع لها في الفترة الماضية مع منتخب مصر بعد إصابته في مباراة كاب فيردي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم. وطبعا منتخب مصر كان ودع البطولة بالخروج من دور 16 أمام الكونغو الديمقراطية بالخسارة 8-7 بركلات الترجيح. الخبر اللي جاي معانا بعد كده، وائل جمعة بيواصل الهجوم على فيتوريا ويرشح 4 مدربين لخلافته. واصل وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق الهجوم على الاتحاد المصري لكرة القدم والمدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عقب توديع كأس الأمم الإفريقية من دور 16 مساء أمس بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح. ورشح وائل جمعة بعض الأسماء لتولي القيادة الفنية للفراعنة، مطالبا بسرعة اتخاذ قرار بإقالة المدرب البرتغالي. وقال مدافع الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية اتحاد الكرة جايب مدرب بيتقاضى 200 ألف دولار في الشهر الواحد، أي ما يعادل 13 مليون جنيه شهريا من أجل هذا الأداء. لازم مدرب وطني للمنتخب. حسام حسن اسم كبير وموجود، وهناك أسماء كثيرة لعبوا لمنتخب مصر موجودون. طالما لا يفرق معك الأداء ولا النتائج، هؤلاء الأشخاص سيكونوا أفيد وأوفر ماديا من المدرب الأجنبي. وتابع وائل جمعة: أعتقد لو واحد زي محمد شوقي أو سيد معوض أو حتى محمود فتح الله تولى المسؤولية هيكون عندهم حمية وغيرة على المنتخب أكتر من كده، وسيقدمون أداء أفضل من ذلك من خلال أسمائهم ومعرفتهم بالكرة الإفريقية. هؤلاء لعبوا لمنتخب مصر وعارفين قيمة التيشيرت. وأضاف مدير الكرة بمنتخب مصر الأسبق: اتحاد الكرة لابد أن يرحل ويأتي أشخاص عندهم رؤية وتعامل جيد مع أمور الكرة المصرية. وأكد وائل جمعة: أنا مع استمرار المدرب البرازيلي ميكالي مع المنتخب الأولمبي لأنه بيقدم أداء جيد، وأفضل أن يأتي واحد من الشباب الذين ذكرت أسماءهم أو الكابتن حسام حسن يكون مدير فني. المغرب وثقوا في وليد الركراكي ووصل كأس العالم وحقق المركز الرابع، وأشار إلى أنه بنسبة كبيرة بعض هؤلاء اللاعبين انتهوا خلاص، لابد من الاعتماد على المنتخب الأولمبي. لدينا لاعبين جيدين في المنتخب الأولمبي تمكنوا من الوصول لأولمبياد باريس 2024، يجب إعدادهم لكأس العالم. وهناك 10 منتخبات من إفريقيا ستتأهل لكأس العالم، هل مصر لم تتواجد من ضمنهم؟ مجموعتنا ليست مرعبة، يعني معاك بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي، منتخبات تستطيع الفوز عليها. وطبعا منتخبنا هيخوض مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو يوم 5 يونيو المقبل. الخبر اللي جاي معانا بعد كده: استقيلوا يرحمكم الله. هل يرحل مجلس علام
بعد وداع أفريقيا. دون مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اسمه في سجلات فشل جديدة بعد أن شارك في خروج منتخب مصر المبكر من دور ال16 ببطولة أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار حتى 11 فبراير. وأظهرت بطولة أفريقيا عدم قدرة جمال علام ومجلسه على السيطرة، وظهر التخبط الإداري الكبير داخل مجلس الجبلية بداية من أزمة محمد صلاح قائد الفراعنة لاعب ليفربول بعد تعرضه للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية بدور المجموعات وإثارة الجدل حول إصابته. وبدلا من أن يكون علام ومجلسه مصدر الأخبار للجماهير المصرية، فاجأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجميع بإعلان عودة محمد صلاح إلى إنجلترا للتعافي من الإصابة على أن يلحق ببعثة الفراعنة مرة أخرى في الأدوار النهائية. ولم يكن يعلم كلوب أن التخطيط العشوائي لمجلس الجبلية لن يقود منتخب مصر إلى الأدوار النهائية، بل ستكون نهايته الطبيعية مواجهة شبح الخروج المبكر، وهو ما حدث في لقاء الكونغو الديمقراطية بدور ال16. وفي ظل فشل منتخبات الشباب والناشئين وعدم تحقيق المنتخب الأول أي فوز في 4 مباريات لعبها ببطولة أفريقيا واستقبال شباك المنتخب 7 أهداف، أصبح التساؤل اللي بيطرح نفسه بين جماهير الكرة المصرية: هل يتقدم مجلس جمال علام باستقالته لمنح فرصة لوجوه تنقذ سمعة الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة؟ الخبر اللي جاي معانا بعد كده: موعد أول مباراة لمنتخب مصر بعد صدمة كأس الأفريقية والعودة للمونديال. ودع المنتخب المصري تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مساء الأحد بطولة كأس الأفريقية 2023 بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية في دور ال16 من عمر البطولة. ويستعد منتخب مصر للعودة لمواجهة تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة بوركينا فاسو يوم 5 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى. وتمكن منتخب مصر من الصعود لدور ال16 بكأس الأفريقية بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقط جمعها من 3 تعادلات إيجابية أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة 2-2. وخسر زعيم القارة المتوج ب7 ألقاب كأس الأفريقية أمام فهود الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 على ملعب لأورنيت بوكو. وسيطر التعادل الإيجابي على المباراة بعد أن تقدم إليا للكونغو في الدقيقة 37، ثم سرعان ما تعادل منتخب مصر عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ضربة جزاء. وشهدت الدقيقة 7 من عمر الشوط الإضافي الأول طرد الظهير الأيسر البديل لمنتخب مصر محمد حمدي ليكمل الفراعنة 120 دقيقة ب10 لاعبين. ولجأ المنتخب لركلات الترجيح التي استمرت حتى الركلة العاشرة، وشهدت إهدار محمد أبو جبل ليودع منتخب مصر كأس الأفريقية. الخبر اللي جاي معانا بعد كده: صفقات الأهلي الجديدة، ثنائي هجومي وحارس جديد. صفقات الأهلي الجديدة التي أبرمها مجلس الإدارة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاستكمال الموسم الجاري والمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها. وأولى صفقات الأهلي الجديدة كانت في فترة الانتقالات الشتوية الجارية كانت المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي جرى التعاقد معه قادما من فريق سيريس السويدي لتدعيم الخط الأمامي. وانتظم أبو علي في تدريبات الفريق وظهر في المباراتين الوديتين اللتان خاضهما الأهلي بمعسكر الإمارات أمام الأخدود السعودي وحتى الإماراتي. والصفقة الثانية هي عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر، إذ وقع اللاعب بشكل رسمي لكنه لم يشارك في التدريبات حتى الآن بسبب ارتباطه مع المنتخب في بطولة الكان اللي ودعناها.
وينتظر أن يشارك عمر كمال في تدريبات الأهلي خلال الأيام المقبلة بعد أن خرج منتخب مصر من بطولة أفريقيا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية. وأنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات ضم محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب والبنك الأهلي، ومن المقرر أن يوقع اللاعب رسميا على انضمامه للصفوف الأحمر عقب عودة المنتخب من كوت ديفوار بعد وداع كأس الأمم الإفريقية. في نهاية الفيديو لو قدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك.